اهلا وسهلا يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا: اعلى 5 اخطاء في البرمجة اللي ممكن تكون بتعملها. هنحاول نوضح اكتر اخطاء الشائعة اللي بيعملها معظم المبرمجين، بس الهدف مش اننا نقول انك مش شاطر، لكن الهدف اننا نفهم اكتر عن الاخطاء دي ونعرف ازاي نتجنبها عشان نبقى مبرمجين افضل. يلا بينا. الخطأ الاول هو ان انت مش بتقرا الدوكيومنتيشن، وده من اكتر الاخطاء اللي كلنا بنقع فيها كمبرمجين، هو اننا مش بنقرا الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن مش حاجة سيئة، لكن المشكلة بتكون لما ما بتاخدش وقت تقراها. بتلاقي نفسك دايما بتعمل حيل عشان تلاقي وظيفة معينة او حاجة مش واضحة. اقرا الدوكيومنتيشن كويس، وده هيساعدك تفهم كل الفانكشنز والميثودز بشكل افضل. الخطأ التاني: مش بتدقق في الديباجنج. الخطأ التاني هو انك مش بتدقق في الديباجنج، دايما في عجلة عشان تخلص التحديث او المشروع، فتبدأ تحل المشكلة بشكل سريع جدا، ولكن بعد فترة بتكتشف ان في اخطاء تانية ظهرت بسبب انك ما عملتش تشخيص كامل للكود. تأكد من تصحيح الاخطاء اول باول، وده هيساعدك تكون اكتر كفاءة. الخطأ التالت: التسرع في استخدام اللايبرز الجاهزة. الخطأ التالت هو انك بتستعجل وتستخدم اللايبرز الجاهزة من غير ما تكون فاهم كل حاجة فيها. طبعا المكتبات الجاهزة بتسهل علينا كتير، لكن لو استخدمناها من غير ما نفهم تفاصيلها ممكن نصادف مشاكل صعبة ومنعرفش نحلها. حاول تكون فاهم الكود اللي بتضيفه المشروع. الخطأ الرابع: كتابة الكود بطريقة غير نظيفة. الخطأ الرابع هو كتابة الكود بطريقة غير نظيفة أو غير واضحة. دايما حاول تكتب كود مرتب ومنظم عشان لو حد تاني قرأ الكود بتاعك يقدر يفهمه بسهولة. خلي بالك من ال naming conventions، وابعد عن الكتابة بطريقة فوضوية. كودك لازم يكون زي الكتاب المفتوح. الخطأ الخامس: عدم اختبار الكود. واخيرا الخطأ الخامس هو انك ما بتعملش اختبار للكود، يونت تيستينج. ممكن تخلص المشروع وتعتقد انه تمام، لكن بعد فترة تلاقي فيه مشاكل ما كنتش واخد بالك منها. حاول دايما تكتب اختبارات للكود، ده هيساعدك في كشف الاخطاء بسرعة ويخلي الكود بتاعك اكثر استقرارا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة عن أكتر 5 أخطاء في البرمجة اللي ممكن نكون بنعملها. لو كنت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد. لو عندك أخطاء تانية حابب تضيفها اكتب لنا في الكومنتات تحت. شكرا لمشاهدتك، وخلي بالك البرمجة مش مجرد كتابة كود، دي مهارة بتتطور مع الوقت.